عليكم الزينات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه المسكوتشو بجوج حبات بيض كي قهوه العصر. واش نحتاجو؟ عندي جوج حبات بيض، 2 اكياس من الخميره الكيميائيه، نص كاس سكر، كاس زيت، كاس حليب يكون دافي، زيت دو سيترون، جوج مغارف بالكاكاو والفرينه. نبداو الوصفه على بركه الله. بسم الله. نفغي السيبيون ندير فيه ديك جوج حبات تاع البيض، يجي خفيف ويجي روعه ما شاء الله. ماذا بيا تجربوه. هنا كيما راكم تشوفوا درت جوج حبات تاع البيض. نزيد لها كاس سكر. هنا السكر ما عمرش الكاس، ناقص منها 2 دوا. هنا اللي بغى الحلاوه يكثر من السكر، اللي بغى ينقص من الحلاوه ينقص من السكر. نخلط داك البيض والسكر مليح حتى هذاك السكر يذوب، ما يبقى لناش حبيبات. نخلطو مليح حتى نتحصل على الخليط يكون كريمي. نزيد لها كاس حليب يكون دافي، الحليب ما تحموش بزاف باش ما يطيبناش داك البيض. ثاني خلط مليح. هي وصفه سهله وما تشدش الوقت، نتقاو بها قهوه العصر، قهوه الصباح. مهم هي وصفه اقتصاديه وكما نقولوا تحمر الوجه. نجربوها لوليداتنا ولا ضيف الغفله. ماذا بيا تجربوها، ما راحش تندموا عليها. قلت لكم تجي خفيفه ريشه. هنا نزيد لها كاس تاع الزيت. هنا الزيت ندير تدريجيا باش هذاك المسكوتشو يجينا خفيف. هنا كيما راكم تشوفوني نفرغ ونخلط. هنا نخلطو مليح. وهنا نعطره بزيت السيترون. هنا اللي ما عندهاش قشور الليمون دير لافاني، تاني تعطره بلافاني. نخلط تاني مليح. هنا نزيد لها الفرينه. هنا فرينه كيل بالكاس. هنا غندير الكاس الاول. جربوها وخليو رايكم في التعليقات. هنا كيما راكم تشوفوا درت الكاس الاول تاع الفرينه. نخلط مليح ديك الفرينه باش ما تقعدليش حبيبات. نخلطو مليح ديك الفرينه. وهنا غنزيد لها الكاس الثاني. قلت لكم تجي بزاف خفيفه وتجي ريشه ما شاء الله، وماذا بيا تجربوها وتخليو رايكم في التعليقات كما قلت لكم. انا غندير جوج اكياس من الخميره الكيميائيه. نخلط ديك الفرينه مع الخماره تاع الحلويات، نخلطو مليح. قلت لكم تاني ماشي حاجه اللي تشد الوقت. اللي راكم درتو المسكوتشو. هنا كيما راكم تشوفوني نخلط مليح. هنا العجينه جاتني خفيفه. غادي نزيد لها نص كاس تاع فرينه. هنا فرينه كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. هنا زدت لها نص كاس تاع فرينه. نخلط تاني كلشي مع بعض. عفوا. انا خلطوا مليح ديك الفرينه. صدقوني تجي بزاف خفيفه وتجي هشيشه. ماذا بيا تجربوها قلت لكم. ما تقدروا تقاو بها قهوه العصر، قلت لكم قهوه الصباح. هنا كيما راكم تشوفوني نخلط مليح ديك العجينه. وانا خواتي العجينه كنخلوها طريه ما نقصحوهاش باش هذاك المسكوتشو يجينا خفيف وهشيش حتى نتحصلوا على الخليط كيما راكم تشوفوا خواتاتي. غادي نقسم داك الخليط على زوج، نص نخليه فاني والثاني ندير فيه كاكاو. وهنا ماذا بيا تخيلوا الكاكاو اللي يكون ديك النوعيه المليحه، ما تدوش الكاكاو لك بحال ما يجي الشباب. هنا غادي نقسم داك الخليط. هنا ندير جوج مغارف كاكاو. ندير المغرفه الاولى، غادي نزيد ندير الزوجه. عفوا. نخلط.
نخلطو مليح. نخلط مليح ديال الكاكاو. وهنا البنات عجينه الكاكاو جاتني شويه قاصحه، قصحتها شويه. كيما راكم شوفوا درت فيها مغرف صغيره تاع الزيت. نتوما تقدروا ديروا جوج مغرف ولا جوج مغارف، ولا ديروا الحليب باش تجيكم طريه وسهله في الخدمه. نخلط مليح داك الزيت مع عجينه الكاكاو، تنتحصل هذا الخليط. والمول استعملت هذاك وديجا دهنتها بالزيت ورشيتها بشويه فاينه باش هذيك المسكوتشو تاعنا ما تلصقناش. نفرغ شويه من داك الخليط تاع الفاني ونزيد عليه خليط كاكاو. كيما راكم تشوفوا خواتي استعملت يدي، قلت لكم عجينه الكاكاو كنت ديجا شويه قصحتها باش نقدر نوزع ديك عجينه الكاكاو فوق عجينه الفاني، ما نقدر نتحكم فيها ونضمن بلي وزعتها في كل مكان باش تجيني بشكل رخام شباب. وماذا بيا جربوا وصفه المسكوتشو، تجي بزاف خفيفه وهشيشه وتجي روعه ما شاء الله. لما يجي عندك ضيف الغفله وراكي درتيها ليه ما نفرحوا وليداتنا. كما عارفين وليداتنا يبغوا حاجه فيها الشيكولا، حاجه فيها كاكاو. هنا تاني بغيت نشكر خواتي تاع لي كومونتير كيما نتوما شابين ودعمونا ودونا الجام. انا غادي نكمل دوك الطبقات معاكم، النص نديرها فاني وانتم دير كاكاو. تبعوا الفيديو للاخير. هنا تاني درت خليط الكاكاو، نزيد عليه خليط الفاني. صدقوني قلت لكم تجي بزاف هشيشه وخفيفه وتجي ريشه ما شاء الله. نزيد عليها خليط الفاني. نزيد عليه ثاني خليط كاكاو. وفي الاخر نجي فرشيطه ولا كيردو نشكلها بشكل ما بغي. نكونوا ديجا شعلنا الفوغ من قبل باش يحملنا، باش كي ندخلو دوك المسكوتشو تاعنا تجينا طالعه ومنفوخه ما شاء الله. كي نشوفها طابت من تحت نشعل ليها من الفوق نخليها تحمر تاخذ داك اللون تاع الذهبي تاع الاحمرار حتى نتحصل هذا الشكل كيما هكا ما بغي. وتكون نخلي ندخلها طيب عفوا ونشوفوها جاهزه. وهنا خواتي المسكوتشو تاعي راه طاب. نجيب الطبسي ونحط فيه ديك المسكوتشو، غادي نقلبها شوفوها كي جات. هنا غادي نقلبها لكم باش تشوفوها كي جات مع بعض. شوفوا جات ما شاء الله، جات روعه، ميم جات خفيفه على اليد. هنا غادي نطليها بالشيكولا. بغيتي تطليها بالشيكولا ولا الكونفيتير اللي عندك في الدار ديريه. هنا الشيكولا كنت صنعتها وذوبت شويه الشيكولا خلطت مع الحليب ونطيب بها ديك المسكوتشو. وفي الاخير نزينها بنواة كوكو ولا لوز ايفيلي ولا حلوه الفلاميسال اللي عندكم زينوا به، اختيار لكم. قلتلكم هي وصفه اقتصاديه سهله وناجحه، البنه والخفه يا سلام، مش قاش نقول لكم. تجي خفيفه والطراوه تدوب في الفم. هنا كيما راكم تشوفوا زينتها بنواة كوكو. نقسمها معاكم باش تشوفوها كي جات. كاع العجينه كانت ثقيله في يديا بصح شوفوا النتيجه كيفاش جات خفيفه وهشيشه، يعني ما تخافوش منها. شوفوا الطراوه تدوب في الفم. جربوا خير رايكم في التعليقات، شهيتكم في الجنه. ونتلاقاو في فيديو اخر، والى اللقاء الملتقى، الى اللقاء.